وجلست معاها لأول مرة، وخلال 45 دقيقة هديت أخو الخال. يا عباد الله، واحد إنسان معاه وحدة مثلا على سبيل المثال غادي يعطي الصاروت لشي حد معاه في الدار. أنا قبل ما نتزوج الأملاك ديالي هم اللي موجودين دابا، نقصوا ما زادوش. فبعد احنا ما وجهنا كل رسالات الشكر لهذول الناس، نروح نوجه رسالة شكر أخرى لكل القضاء، لكل القضاء، للمحاكم، للقضاء العادل اللي هم عندهم الصدر الرحب، ولهم تحية كبيرة على رحابة صدرهم وحسن استماعهم وحسن التعامل. وقبل كل حاجة، أنا اليوم مثل ما كلكم كنتوا عارفين كنت اليوم متواجد بشكاية كانت مقدمة. اسمحوا لي أنا نزلت بس شوية في البرد. بشكاية كانت موجهة من قبل أم البنات، لأن أنا عمري ما راح أخسر كلام وأقول مو دار ولا أمور مثل هذه ولا لا، هي تبقى أم البنات ولها احترامها ولها تقديرها. وهذه طبعا انتم مثل ما انتم كلكم عارفين مش أول شكاية، كانت شكايات كثيرة مقدمة قبلها، منها الشقاق وطلاق وخيانة أمانة، تهديد بالضرب والقتل وتهديد ودا بالزاف ديال الأمور. احنا مثل ما قلت لكم أنا قبيلة إنه حقها تدير أي حاجة بغتها ما دام هي شافت راسها من هذه الأمور. احنا ما عليناش من هذه المواضيع. أنا دابا اللي جاي أقول لكم إنه اليوم الحمد لله موضوع الخيانة الزوجية ما كانش موجود، ولكن كانت هناك بالصح بعض الأمور اللي تابعنا عليها اللي أنا جاي أتكلم فيها دابا مع الأخوان كاملين لتوضح لهم الصورة. وأتمنى أن أنا كنت أتكلم دابا مع الناس العاقلين، الناس اللي عندهم عقل ويفهموا الكلام ديالي مزيان. خوتي المغاربة، اخواني العرب، حبايبي في الخليج، في الوطن العربي كامل، انا ما اتكلم عن هذا. عمركم في حياتكم خذوها درس من اخوكم اللي هو انا اكبر دليل لكم اليوم موجود، خذوها درس. القصة اللي راح اقول لكم او راح اتكلم بيها او راح اتكلم عليها خذوها عبرة وتعلموا منها. عمركم في حياتكم ما تثقوا في إنسان يلعب على جوج أطراف. عمركم ما تثقوا في إنسان يلعب على جوج أطراف. نصيحة، أي إنسان كي يعرف عندك مشكل مع شخص ويجي يهدر فيه ويتكلم فيه بالخايب علشان يتقرب منك، هذا قبضوا الباب ولوحوا برا، قبضوا الباب ولوحوا برا دايركت. ما تحاولش اصلا تتناقش معه، لانه مثل ما طرى لي شخص تعده مثل ولدك، تدخله بيتك، تشاركه الطعام معاك، يجي يزورك وتفتح له بيتك. احنا الحمد لله طول عمرنا دار الكرم، وتستضيفه لمدة أكثر من 2 سيمانات وتخليه معاك، والأهل ديالك يشكروا فيك لأنك أنت حافظت على هذا الولد، والأمانة مثل ما خديتها رديتها. ومن اللي يطلب منك زيارة أخرى أنت ما تمانعش وجبته لعندك. ولكن أنا هذا مش موضوعي، أنا ما كنت أتكلمش بهذا الموضوع. دابا GPS احنا وصلنا ما أعرف لمنطقة، نطلع لمنطقة نمشي نيشان. أنت بالإشارات ما كتهدر شاك. alright. أيسر، تبع أيسر ولا نيشان؟ نقلب. المهم، فالكلام اللي أنا باغي نقوله ماشي والله العظيم لا في تلميح ولا في أي حاجة. أنا كنقول لكم والله من تجربة. يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. مع عمركم صرتوا يعني حطوا هذه تحتها 30 خط أحمر، 30 خط أحمر، إنكم تثقوا في إنسان يلعب على جوج أطراف. لأن أنا كنت أستغرب في الفترة الأخيرة إن أمور بزاف داخلية في الدار كنكون نهدر أنا مع راسي فيها، ولت جوجل راح تضيعنا ياك.
احنا باغي نوري جمال المغرب. لا رايت هو هدر. الحمد لله الحمد لله انا معايا در. ياك اهدر خويا الله يرضى عليك باش ما نتلبس شي تهمه ثانيه ويقولوا لك دابا هو مع شي دريه ولا ينصركم الله. فلا غالبا. اوكي قاعد. والمشكله لما توصل مرحله الثقه انه باغي يعرض على شو قلنا الكلمه؟ ايزامي ديزامي ديالو شنو هي؟ الانامي ديالو الصديقه لامي ديالو وانت عندك مشاكل وترضى بهذا الشيء علشان يدخل عندك يتعشوا ويقضوا امسيه سعيده ويضحكوا لمده ساعه ولا ساعتين ويمشوا بحالاتهم، تتفاجأ راسك انك انت بمشاكل بغنى عنها. انت بينك وبين لاميتي بغنى عنها، هو بغنى عنها. هذا هو النقطه اللي احنا حابين نتكلم عنها. وفي الاخر طبيعي السلطات يقول لك انت انسان متزوج، كيفاش سمحت لناس يدخلوا عندك الدار؟ ايش غتقول لهم؟ غتقول لهم انا كان عندهم اولادي؟ ولكن اللي عجبني في السيناريو انا بصراحه يعني هذا الشيء انا اللي كان ارفع عليه القبعه. يا القبعه الحاضرين معاي شفتوا القبعه واضحه لكم ياك؟ هذه كانت هديه، وي هديه كانت من كوكب زحل. رايت على الخطة المحبكة بصراحة. الخطة المحبكة اللي لعبت بشكل سليم، ولكن الاندنج كان شوية غلط، لأنه كان مفروض انكم مثلا لو كنتوا باغين هذه النية عندكم يعني كنتوا صفتوا شوية أبكار ولا حدثوا المكان من وقت أبكر من الساعة جوج، لأنكم انتم ما شاء الله كنتوا من الجوج كلكم كنتوا حاضرين الدار ديالي. ماشي موضوعنا، احنا ما كنتكلموش في هذه المواضيع عشان ندخلوا في الديتاي. نرجع ونقول ونأكد كلمة، هذه رسالة للناس، عمركم ما تطيقوا في ذا اندر ايج، في انسان انت ما عارفوش هو وش راجل ولا نص ولا ماشي نص ولا ربع ولا، بس انت كنت كتعامل بالاصل ديالك. عندكم والله العظيم نصيحة من اخ اتكلم معاكم دابا. احنا دابا في واحد المنطقة هي زوينة، ما عارف شنو سميتها ولكن هي في لا بالمري. اوكي احنا قربنا لا بالمري. لانكم قد تطيحوا في مشاكل. اما مثل ما ام البنات اليوم مرتكم عندها على الحساب ديالها، هذه هي كانت التهمة الاولى اللي توجهت لنا، لانه معاهم حق، لانه قال لك انت انسان مثل ما قلت لكم قبيله انسان متزوج، فكيف تسمح لناس يجوا عندك ويجلسوا في الدار؟ ولكن قلت لكم مثل ما قلت لكم كانت الخطه مدبره وملعوبه مزيان، لانه في اللحظه اللي تصور فيها هذاك الفيديو اللي عندهم، اوكي، كان الاخ جالس معانا ودرسوا انه كيهدر مع ماما، قالوا ماما اوكي وكيترعد وكيدير لكم ها والارض ترتجف، وفي بلاصه ما يجي يجلس حدانا راح يجلس انفاس ودار لك ها شوفوا جالس، هو جالس مع وحده، اوكي ارجع في بلاصتك ورا. مزيان انه كان في تسجيل في الفيديو، انه كان الحمد لله انه في صوت، كان في صوت يعني يقدر الواحد يسمع انه علاش جالس انك ترجع في بلاصتك وتقطع الفيديو ترجع. ولكن ليس هنا الخطه الذكيه. الخطه الذكيه هو من بعد ما مشاو وخرجوا. انا انسان مثل ما كنقول عن راسي، ما بغيتش نقول، ما عرفش نقولها ولا صافي بلا ما نقولها. من اللي مشاو انا فاتح الدار معاه باش يقنع الطرف الاخر انه يس اي جات هيم، انا حصلته. شنو دار؟ يرجع الدار وانا ويصور لك انه بيت النعاس ديالي مسدود، يصور لهم الثلاجه، يصور لهم انه جالس في الصاله بوحده. طبعا لانه هذاك الشخص اللي كان معاكم شاف غتصور مع من؟ غتصور مع جنون؟ انا ما عنديش في الدار جنون الحمد لله، انا في الدار ما عنديش جنون. والاحلى من هذا كله انه يصفط لك مسج مع 5:30 ديال الصباح كي يتعشى. ما عرفتش انا في انه بلاصه كان كي يتعشى ومصفط لي شلاضه انه كان كي يتعشى وفرحان في راسه. انا من كثر ما انا بوهالي، خلينا نقولها هكاك بوهالي، جيت صفت له اوديو قلت لي وانت جيسد معاك
الباب بالساقطة. يا عباد الله، واحد انسان معاه وحده مثلا على سبيل المثال، غادي يعطي الصاروت لشي حد معاه في الدار. يعني ما عليناش، ولكن قلنا احنا ان ينصركم الله فلا غالب لكم. لما جو رجال الامن ودخلوا قربوا للدار وحلوا كل شيء في الدار، اول حاجه غادي يفكروا فيها القصه اللي خارجه في السوشيال ميديا كتقول انه تحت الناموسيه. هذه اول خطه، يعني هذه ما غاديش تفوت رجال الامن، يعني اسمحوا لي. يعني كان فكرت في شي حاجه ثانيه، خباها مثلا في بلاصه الاكلين فوق، ممكن خباها في الشوميني، خباها داخل روبيني، خباها في شي بلاصه ما نعرفش فين هي يعني. اما تحت تحت الناموسيه، يعني اول نقطه كانوا توجهوا لها وهم رجال كفؤ. يعني انتم دابا من اللي تقولوا هذا الكلام، مع احترامي الشديد، يعني انا اعذروني على الكلام ديالي، ولكن انت من اللي كتقول هذا الكلام انت كتشكك في رجال ذو خبره، رجال مدوزين، رجال ذو منصب، اعين السلطه يا جماعه الخير. هذول عيون الشرطه، يعني عيون جلاله الملك، عيون وكيل جلاله الملك. يعني انت ايش باغي توصل ان هم ما يدروش الخدمه ديالهم. سبحان الله. ولكن شنو قال الله؟ قال لك يمهل ولا يهمل، وان ينصركم الله فلا غالب لكم. اليوم كانت في مستجدات شويه وبانت، ولكن انا في موضوع والله بقى في خاطري، اللي هو موضوع الخلخال. يعني انا ما كان افهمش، ولا ما عارف، قلت لكم بوهالي، انسان بوهالي، يمكن انك انت انسانه اصلا ما كتعرفها وجلست معاها لاول مره، وخلال 45 دقيقه هديتها خلخال، يلا دخلوها. فالدراري عندكم يا اصحابي، يعني انتم دابا من اللي تخرجوا مع صحباتكم ولا هدول، يعني دايركت، يعني حطوا لهم سيده خلخال. يعني 45 دقيقه لازم خلخال، ساعه تعطوها عطر، ساعه ونص تعطوها ما اعرف شنو، 3 سوايع تعطوها، فهمتوا؟ وانتم مكملين هذا السيناريو. يعني الله بالعين ما شفنا يا ناس، والله العظيم الله بالعين ما شفنا، احنا بالعقل عرفنا. فالانسان الله من اللي اعطاه العقل باش يفكر شويه، كاين واحد المثل يقول لك ما تبوق ما تخاف، يعني ما تشفرش ما تخافش، ما عندك من ايش تخاف. من اللي دقوا عليك رجال حليت الباب، من اللي استدعوك كنت موجود، من اللي طلبوك قلت لهم حاضر، باغي التليفون قلت لهم تفضلوا، باغي مش عارف شنو قلت لهم هاكم. ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم، فهنا قال لك الخلخال، انا ما عرفت هذا الخلخال وش يخرج من عندي ولا اخرج من عندهم ولكن هذا الشيء احنا قاعدين نشوفه من بعد.